من يوم ما اتجوزت كل لما أحمل يحصل إجهاض من غير أي سبب. كشفت في أماكن كتير وعملت تحاليل كتير وبرضه بيقولوا إن مفيش أي سبب يسبب الإجهاض. في مرة حملت وقلت لجوزي أنا مش هعرف أي حد، وفعلا معرفتش أي حد غير لما كملت الشهر التالت، وده كان أول حمل يكمل معايا المدة دي. لاني لما كنت بعرف اني حامل كنت بقول لجوزي، وجوزي كان بينزل يقول لمامته ولاخواته وسلايفي، وبعد ما كان بيعرفهم باسبوع بالظبط كان بيحصل الاجهاض. المره اللي فاتت بقى قلت لجوزي والله ما انت معرف حد، ولو عرفتهم انا همشي واسيب لك البيت. وفعلا لما دخلت في الرابع قال لي انا لازم اقول لهم بقى علشان بطنك ابتدت تظهر. قلت له خلاص قول لهم. اول ما عرفوا ممرش عليا 10 ايام واجهضت. رحت لامي وانا بموت وفضلت اعيط. قالت لي لا الموضوع ده فيه ان وشكل حد بيحط لك حاجه، وانا دلوقتي مش عارفه اثبت ده ازاي. من فتره ابتديت الاحظ ان في فلوس من الفلوس بتاعتي بتنقص. استغربت جدا واستنيت لما جوزي جه من الشغل وقلت له الفتره اللي فاتت دي كل شويه ينقص مبالغ قليله، ما كنتش بتكلم وكنت فاكره ان انت اللي بتاخدها، لكن مؤخرا ابتدى ينقص مبالغ كبيره. قال لي ايه الهبل ده يا بنتي، ما انا لو عايز فلوس ما انا هاخد، وبعدين ما انا فلوسي جنب فلوسك. قلت له ما هو ده اللي هيجنني، مين اللي بياخد الفلوس دي؟ قال لي اكيد انتي بس بتنسي. قلت له لا يا حبيبي انا عارفه كويس انا بعمل ايه. انا بخلي معايا نص المرتب اجيب بيه الحاجات اللي انت عارفها، وبقيه المرتب بحوشه زي كل شهر. قال لي يمكن العيال وصلوا للفلوس ولعبوا بيهم. قلت له لا طبعا الفلوس حطها بعيد جدا. المهم غيرت مكان الفلوس، مر 3 4 شهور مفيش حاجه نقصت، لكن بعد كده الفلوس لقيتها بتنقص تاني. حطيت تليفون جوه الدولاب علشان يصور، لكن لقيت التليفون مقلوب على وشه وممسوح الفيديوهات اللي فيه. يا ريت تقولوا لي اعمل ايه.